السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ ربة منزل كويزين ريم. نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ودعموني حبيباتي بالتعليق والبارتاج والجام. مشاهدة ممتعة. سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كل بخير. توحشتكم ياسر ياسر ياسر. ان شاء الله انتم مثلا تكونوا توحشتوا ربة منزل كيف ما توحشتكم انا حبيباتي. تحت طلب مشاهدة عندي في القناة قالت لي يا ريم، قالت لي الصابلي تاعي يجيني حاطم، يجيني يابس، والو ما يجينيش مليح. اذا حبيباتي هذا الفيديو يعني خصوصي اللي راح نديرو للمبتدئات اللي مازالوا ما يعرفوش يديروا الصابلي. حبيباتي راح ندير لكم وصفه سهله سريعه وكذلك اقتصاديه. بيضه واحده، يعني اذا كان حتى ضعفوا المقادير كما راني مضاعفتها انا في الفيديو هذا، راح ديروا بزوز بيضات. اذا حبيباتي درت 250 غرام تاع زبده يعني تكون بدرجه حراره المطبخ. ضفت لها البنات، كان نضيف لها قرصه تاع ملح ونضيف لها بشوي كاس تاع سكر كلاص. تحبوا انتم تنقصوا المقادير ديروا 125 غرام تاع زبده، والباقي كامل ديروا نص 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 نص. انا البنات هنا الصابلي تاعي جاني في الحلاوه، جاني الحمد لله، يعني ما هو حلو ياسر، ما هو ماست خلاص. تحبوا انتم تزيدوا شويه سكر كلاص زيدوا، بصح كي تزيدوا شويه تاع السكر كلاص ماذا بكم تزيدوا معها الزيت، زيدوا معها يعني باقي المقادير كامله الا البيض. خليوها بيضه واحده ولا زوج بيضات كي تضاعفوا المقادير كما راني مضاعفتها انا. نحب نعاود لكم البنات وما تقولوش هي تهضر ياسر بالدمه، للمبتدئات اللي مازالوا ما فهمونيش يفهموني اكثر واكثر. اذا حبيباتي ضفت كما قلت لكم، درت 250 غرام تاع زبده، درت لها كاس تاع سكر كلاص، القرصه تاع الملح، وطلعتهم بالباتور. تحبي تخدمي بيديك اخدمي بيديك، تحبي تخدمي بالباتور اخدمي بالباتور، تحبي بالفوي اخدمي بالفوي، عادي جدا. كما راكم تلاحظوا في الفيديو حبيباتي ندير بكميات قليله تاع سكر كلاص ونضرب مليح، ومن بعد ضفت كاس كبير، كاس كيف نفس المقادير، كاس تاع زيت. وهنا وكيف الزيت تاعنا يعني نضيفوه بكميات قليله. البنات سختو الزيت ما يخرجش على الفرينه. من بعد ضفت نص مغرف كبيره تاع لافاني، وكذلك يعني كاس نفس المقدار تاع نشا. يعني نشا هذا الدور تاعو انه يخلي لك الصابلي تاعك خفيف وهشيش وكلش. نكمل باقي كامل المقادير نضيفهم مع بعضهم حبيباتي وراني نخلط. ما تنساوش التخلاط باسكو راهو فيها الزيت، ماذا بكم الزيت هذاك يتخلط مليح ما يخرجش على الفرينه. بعد البنات كملت كميه تاع النشا. اذا نجيب الكميه تاع الفرينه، ما نقدرش نعطيكم الميزان تاعها الفرينه والمقدار تاعها، يعني هذه الصابلي يتلم باليدين البنات وتحسوا به انتما بيديكم باللمسه تاعكم. البنات لهنا جبت الفرينه، كي جبت الفرينه رحت ضفت لها باكي تاع خميره كيميائيه. كي تنقصوا المقادير البنات ديروا النصف فقط. اذا نخلطها مع الفرينه، كميه الفرينه اللي راني جايبتها ونخلطها ونضيفها بكميات قليله كذلك يعني في الزبده تاعي ونخلط. انا لهنا استعملت المغرف، ومن بعد الحقيقه نحب نستعمل يدي، ما كانش كيما البنه تاع اليدين. اللي تحب تلبس ليغون وتعاف تلبس ليغون راحه، كما تقول ميمتي يا ربي يحفظها ان شاء الله، وتقول ما كانش كيما الكاطو باليدين. الكاطو اي حاجه ناعمه اي حاجه ما كانش كيما اللمسه تاع اليد وتنزل فيها البركه. اذا حبيبتي لهنا نحيت العديه المغرف بعد ما لميت هذيك الفرينه شويه، جبت كميه تاع فرينه وراني نحس ومامطون ونديروا غير بالاصابع فقط، يعني نلموا الفرينه تاعنا غير بالاصابع فقط. عندكم البنات الكاطو تاع جنوح. البنات كي تتلم معاكم الفرينه يعني انتم ما تلاحظوا عينكم ميزانكم، وكذلك اللمسه تاعكم هي اللي تعطيكم الخبر.
كما راكم تلاحظوا العجينه تاعي مازالت طريه ومازالت نزيد نلمها ونلمها مليح، نزيد نضيف لها الفارينه كيف وحتى تتلم معايا. لهنا كما راكم تلاحظوا راهي ولات تتلم معايا البنات. شوفوا في يدي الاخرى ما بقاتش تتلاصق. اذا درك نلم باقي الفارينه، يعني باقي هذيك البواقي كامله اللي راهي في الواح تاعي، في الباسينه تاعي، نكملها كامله ونروح نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ان شاء الله، ومن بعد نبداو نخدموا فيها. البنات الصابلي هذا نزيد نعاود لكم راني درتو للمبتدئات. واحده طلبت مني اني ندير لها الوصفه وفي القناه قالت لي رجوعك راهو يهمنا بزاف بزاف بزاف، قالت لي على خاطر انتي يعني ديري فيديوهات بسيطه وكذلك يعني تفهمي مليح. قالت لي ما تقلقيش روحك بلي يقولك كي تهضري ياسر، يعني نحب نفهم ما نكذبش عليكم، نحب نمد لكم الوصفه نعطيها لكم من قلبي، سي بوغ سا نهضر ياسر. البنات طرحت لهنا الفارينه فوق ساشي، تحبوا ساشي المهم ساشي نظيفه تكون بيضه ولا هذيا توال سيغي تاع الميد هذاك اللي نغطيو به الميد. اذا طرحت الواحد العجينه تاعي وكما راكم تلاحظوا يعني ما درتها رقيقه ما درتها خشينه. درت الخطره الاولى درت الكعبات ما همش مقعورين في النص، ومن بعد جبت هذا المول تاع لا دوي تاع البوشا دوي ونطقب بيه. عندي غير هذا الثقبه تاعو شويه كبيره معليش، بصح المهم درت بيهم وفرحت به وليداتي والحمد لله. كما راكم تلاحظوا نطقب البنات وكي نجيو نطيبوا ديجا الفوق تاعي راهو سخون على 160 درجه. البنات نحطوه غير نشعلوا عليه غير من تحت ونخليوه يشيح فقط. شتو واش معناها يشيح؟ كي تمسوه من الفوق يبان لكم الصابلي تاعكم باللي راهو شاح، من تحت راهو يطيب لكم يجي احمر ومن الفوق يجيكم ابيض. وخرجوه طول عندكم تغفلوا عليه يتحرق لكم. اذا حبيباتي كيف راكم تلاحظوا هانيا طابوا لي كعبات صاي، درت المطقوبين وحدهم ودرت الاخرين. انا عاوه قلت لكم الحلاوه تاعو نحبها شويه ناقصه الكاطو تاع الصابلي، على خاطر راح نستعمل معاه الكونفيتور نلصق به الحبات تاعي. البنات لهنا شفتي المطقوبين هذوكم كي تحبوا السكر كلاص تاعكم يبات السكر كلاص تاعكم يحكم في الصابلي تاعكم، واش ديروا تخليوه يبات ومن بعد من غدوه من داك راكم تدريو عليه السكر كلاص. انا حقيقه كنت زاربه ومع التصوير ماذا بيا يعني اللي كيدي عليا ونحي عليا، رحت حكمت لصقتهم ومن بعد سيحت السكر كلاص فوق منهم بواحد صفايه برك صغيره تاع حديد. اذا ومن بعد زدت عمرت الثقب هذوكم عمرتهم بالكونفيتور وصلت عمبي هذا مكان البنات. ومن بعد نشوفوه في صحن التقديم. ان شاء الله نكون فدتكم بالفيديو هذا. حبيباتي ما تنسونيش ملي كومونتير قولوا لي كيفاه جاتكم. ديجا كتبت للمشاهده هذه كتبت لها طريقه التحضير تاع الصابلي، حق بعثت لي في الماسنجر بعثت لي بلي راهي داراتو وجاها هايل وفرحت به حقيقه، وقالت لي ماذا بينا زيدي تحطينا في القناه ونزيدوا نستفادوا من خبرتك. يعني انا حقيقه ما عندي دبلوم، ما نخرج من داري، قلت لكم هذه وصفات ربة منزل فقط. ولي اصحاب المشاريع تحبوا ديروا به مشروع كيف يعني بيضه واحده حتساعدكم خرمان 4 عظمات تاع صابلي الوصفه القديمه تاعنا. اذا حبيباتي وكان هذا هي وصفه نهار اليوم، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. مع